لعشاق جاتو الفانيلا تخيلوا معايا كده ممكن نعمل 30 قطعة في صينية واحدة بس، بجد هيوفر علينا الوقت والجهد. هنعمله كله في صينية واحدة كده وهتطلع معاكم القطعة بقطعتها زي اللي بنشتريها من بره. هنعمل الكيك بدون محسن جل وهقول لكم ازاي تعملوه بكذا طريقة. اول حاجة هنحضر الكيك، هنحتاج 4 بيضات يكونوا كبار وبحرارة المطبخ، كوبايه من السكر ومعلقه كبيره من الفانيلا، وهنخفق المكونات دي كلها بالمضرب الكهربائي لحد ما القوام تلاقوه بقى ابيض فاتح زي ما بنعمل الكيك الاسفنجي كده. اول ما نوصل للمرحله دي زي كده اللون بيكون ابيض، هنحط نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من الميه ونقلبهم مع بعض. اخر حاجه هنزود المواد الجافه عباره عن كوبايه من النشا وكوبايه ونص من الدقيق، هنقلبهم كده على مراحل، مش هنحط كل حاجه مره واحده. الطريقه دي عملتها معاكم قبل كده في وصفه الكيك البارد اللي كان بالكاسترد، فهي نفس الطريقه. المهم اخر حاجه هنزود معلقه كبيره من البيكنج باودر ونقلبهم كده مع بعض، ومش بنبالغ في التقليب. اول ما نوصل للقوام المظبوط ده خلاص بنوقف، يعني بمجرد ان كل المكونات الجافه تتقلب وخلاص. هنجيب صينيه مقاس 30 في 40، هنحط فيها ماده دهنيه وشويه من الدقيق نبطنها يعني، او ممكن نحط ورق زبده بس دي اسهل طريقه. وهنحط فيها خليط الكيك ونهززه كده يعني خبطه او اتنين، نطلع الهواء الزياده وندخلها فرن يكون سخن قبلها على الحراره 180 لمده 30 دقيقه. في الوقت ده بقى هنحضر الكريمه. هنحتاج 3 اكواب كبار من الكريم شانتيه الخام، وكوبايه من السكر، واربع معالق كبار من الحليب البودر، و3 اكواب ونص من الميه العاديه. هقول لكم ليه دلوقتي. هنقلب المكونات دي مع بعض الاول، وبعد كده هندخلها الفريزر عشان المكونات تكون متماسكه كلها او بارده، فنقدر ان احنا نخفقها وتكون زي كده، لان الجو حر شويه فممكن درجه الحراره تقل، فاحسن حاجه ندخلها الفريزر وبعد كده نخفقها. الكيكه بتاعتنا استوت خلاص، واول ما بتبرد كده بشيل الجزء اللي فوق، وبعد كده هنحطها في الصينيه بعد ما تكون نضيفه طبعا، وهنرطب الكيك بالسيرب السكر او الشربات الخفيف. هنحط طبقه من الكريمه تكون كويسه كده، ونحط تاني لاير من الكيك. انا طبعا عملت المقدار ده مرتين اتنين، لو حابين نحط حشوات فاوكي مفيش اي مشكله، اللي احنا حابين. واحنا بنفرد الكريمه لو في جزء ما فيهوش كريمه كتير فبنزود تاني، المهم تكون الطبقه متساويه. وبعد كده بندخلها التلاجة نص ساعه ساعه على حسب ما نحب. الوقت ده بقى هنحضر الجناش. انا استخدمت النوتيلا او الشوكولاته قابله للدهن اللي هي الجاهزه، وسيحتها مع شويه من الزيت، وبعد ما بردت تماما هنطلع بقى الكيك ونحط طبقه كده من فوق كويسه، وندخلها تاني التلاجة نص ساعه. التبريد مهم جدا جدا علشان القطعه تطلع معانا متساويه. حوالين اطار الكيك او الصينيه عملت روزتات من الكريمه ودخلتها تاني التبريد، يعني انا بردتها كتير قوي علشان تطلع حلوه. هنقطعها بالشكل اللي حابينه ونزينها باي حاجه احنا بنحبها زي المكسرات مثلا. جربوها وبالهنا والشفا.